اليوم نتكلم عن الزاهد الفضيل الصحابي الجليل بلال بن رباح. هو بلال بن رباح بن حمامة، حمامة أمه. كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وملازما له ومؤذنه، ومن أوائل من دخلوا الإسلام. أوائل اللي دخلوا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وبلال بن رباح والمقداد وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام الله كفاه شر الكفار عن طريق عمه، كان عمه يحميه يعني ظهره زي ما تقول، وأبو بكر عن طريق قومه كفاه الله شرهم. بقي مين البقية؟ هذول كلهم الأوائل أخذوهم الكفار وألبسوهم أدرعة من الحديد ووضعوهم في الشمس لكي ينصهروا في الحر، حر جو حار، يضعوهم في الشمس حتى ينصهروا. فما منهم من أحد إلا ونالوا منه شيئا. كيف يعني؟ يعني ما فيهم أحد إلا مع التعذيب أتنازل عن شيء، فاهم، أو قال كلمة، هو مكره طبعا. منهم عمار بن ياسر. عمار بن ياسر جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يبكي، فقال له: ما بك يا عمار؟ فقال: يا رسول الله، ما تركوني حتى قلت فيك ما ليس فيك ومدحت آلهتهم أو ذكرت آلهتهم بخير. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ فقال: مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، يعني ما عندك مشكلة، أنت أمورك تمام، لأنه مكره، هو مجبر. ونزلت آية قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول أهل العلم أن هذه الآية نزلت في موقف عمار بن ياسر. دحين كل السابقين هذول اللي أسلموا الأوائل اتعرضوا للأذى واضطروا أنهم يقولوا شيء يعني بالإكراه وكذا، إلا بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه، رغم الأذى رغم التعذيب ما كان يقول إلا أحد 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 أحد، رضي الله عنه. كانوا يعطوه للغلمان، غلمان مكة، ويدورون به في مكة بزور الصلاة وهو يقول أحد 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 أحد، لا إله إلا الله. بلال بن رباح كان عبدا عند أمية بن خلف، فمر أبو بكر رضي الله عنه به فوجد أمية يعذبه عذابا شديدا، فقال له: يا أمية، ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقال له: فعل له شيئا. فكان عند أبو بكر رضي الله عنه كان عنده عبد كافر، فأخذوا وأعطاه لأمية، وأخذ بلال بن رباح وأعتقه في سبيل الله رضي الله عنه. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، هاجر معه بلال. كانوا الصحابة يصلوا في المسجد، فكانت عندهم مشكلة بسيطة اللي هي إيش؟ كيف نجمع الناس على الصلاة؟ كيف؟ في صحابة كثير تفوتهم الصلاة ما يدري. فقعدوا مع بعض كذا وقاعدين يقترحوا أفكار. واحد قال: نستخدم ناقوس مثل النصارى اللي هو الجرس. واحد ثاني قال: لا، نستخدم بوق زي اليهود. واحد قال: يا ابوي نولع نار في مكان مرتفع كذا في جبل فالناس تشوفها تعرف انه الصلاة دخلت. واحد قال: نرفع راية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس كذا يسمعهم، ما ارتاح لهذه الأفكار، ما عجبته ولا فكرة. عليه الصلاة والسلام كان يبغى لنا، يعني يبغى علامة خاصة لنا كذا نتميز بها، نعم، للمسلمين، غير عن النصارى واليهود هذول. المهم، فقضت هذه الليلة بدون حل. في نفس هذه الليلة واحد من الصحابة يقال له عبد الله بن زيد الأنصاري رأى رؤيا في المنام، شاف انه يقابل رجال، الرجال هذا معاه جرس ماشي، فقال له: تبيعني هذا الجرس؟ قال له: ايش تبغى ابو؟ قال له: نريد ان نجمع به الناس للصلاة، نجمع به الناس على الصلاة. فقال له: الا ادلك على خير من ذلك؟ اقول لك شيء احسن من هذا. فقال له: قل. فقال له، فعلمه كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، وعلمه طريقة الإقامة. فقام من نومه مستبشرا وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يحكيه. فالنبي قال له: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم. فيما معنى الحديث قال له: قوم وخذ بلال وعلمه الكلمات اللي شفتها هذه اللي سمعتها، علمها لبلال فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى، صوته أقوى وأجمل، صوته جميل سيدنا بلال رضي الله عنه. فهكذا أصبح بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم، في فتح مكة، في فتح مكة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن في الناس. فصعد وأذن رضي الله عنه. إنه سبحان الله استشعر، شوف الرجال هذا فين كان وفين أصبح. كان في نفس المكان هذا قاعد يتعذب أشد أنواع التعذيب، شوف دحين فين؟ فوق أشرف مكان، فوق الكعبة. إيش اللي فرق؟ الإسلام. الله ينور، ديننا دين عز يا جماعة الخير. توفي النبي عليه الصلاة والسلام فحزن بلال عليه حزنا شديدا، حتى أنه كان يقول: لا أطيق المدينة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ركن في المدينة يذكر بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنه كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان لما يجي يأذن لين يوصل عند أشهد أن محمد رسول الله يوقف يبكي. وقال بعضهم أنه كان يغمى عليه رضي الله عنه، ما هو قادر. فجاء عند أبو بكر، سيدنا أبو بكر كان هو الخليفة وقتها،
فقال لسيدنا أبو بكر ائذن لي أن أخرج إلى الشام الجهاد في سبيل الله، يعني أروح هناك أتك. فسيدنا أبو بكر استثقل، يعني حبه فاهم، وهذا يعني بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، فزي ما تقول كأنه كاره يقول له روح. فحس بها سيدنا بلال فقال له إن كنت اعتقتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت اعتقتني لوجه الله فاتركني. فتركه رضي الله عنه. ذهب بلال إلى الشام، جلس هناك وتوفي بالشام رضي الله عنه وأرضاه. شوف سيدنا بلال فين كان وفين صار بفضل نعمة الإسلام. يا رب لك الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في موقف من مناقبه، قال له يا بلال ما أرجى عمل عملته في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإني سمعت صوت دف عليك بين يدي في الجنة. لا إله إلا الله. فقال له بلال يا رسول الله ما توضأت ليلا أو نهارا إلا صليت ركعتين أو أزود أو ما تيسر لي. شايف؟ شوف سبحان الله، عمل بسيط ركعتين بعد كل وضوء، شوف فين ودته الجنة. الواحد سبحان الله لا يستقل العمل، أحيانا ركعتين ذكر بسيط، صدقة صغيرة لكنها دائمة، فهم؟ يعني عمل بسيط قليل دائم ما تدري فين يوديك. سبحان الله، عمل بسيط قد يدخلك الجنة. ركعتين فهم؟ لكنك محافظ عليها. ذكر بسيط يعني ذكر قصير لكنك مداوم عليه. صدقة مستمرة صغيرة يعني مثلا ريال ريالين هكذا لكنك مستمر عليه. الواحد ما يدري يخش الجنة بأي عمل. سبحان الله. رضي الله عن سيدنا بلال وأرضاه، ورضي عن صحابته الكرام وجمعنا معهم في مستقر رحمته.